إيفرتون يصعق ليفربول يوجه ضربة قاتلة يسعى للفوز. بنية أمال ليفربول بإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يكره قدم نكسة كبيرة بعد خسارته من مضيفه إيفرتون بهدفين بدون رد في ديربي في مرحلة 29 المؤجلة. تلقت أمال ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ضربة المواجهة للغاية عقاب خسارته بهدفين دون رد أمام مضيف إيفرتون يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من مرحلة 29. بعد قرار البقاء في برشلونة، لابورتا لن يمنح تشافي شيك على بياض رغم قرار تشافي هرنانديز مدرب برشلونة استمرار في منصبه عام آخر وترحيب رئيس النادي خوان لابورتا بذلك، إلا هناك قضايا يجب التعامل معها قبل ذلك. أبرز اللاعبين المرشحين لحصد الجوائز وفقا لأرقامهم وإحصائياتهم طول الموسم الاجتماعي مع النادي والمنتخب. في المرتبة السادسة عشر النرويجي إيرلينغ هالاند برصيد 20، وفي المرتبة الخامسة عشر المصري محمد صلاح وقد سجل 11 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة. وفي المرتبة الرابعة عشر البولندي روبرت ليفاندوسكي برصيد 20 هدف. وفي المرتبة الثالثة عشر الفرنسي أنطوني غريزمان وقد سجل 19 هدفا وصنع 7 في 37 مباراة. وفي المرتبة الثانية عشر الأرجنتين لوتارو مارتينيز برصيد 23 هدف. وفي المرتبة الحادية عشر البلجيكي كيفن دي بروين خاض 19 مباراة في هذا الموسم مع مانشستر سيتي بسبب الإصابة. وفي المرتبة العاشرة الألماني جمال موسيلا. وفي المرتبة التاسعة الإنجليزي بوكايو ساكا. أما في المرتبة الثامنة الإسباني رودري. أما في المرتبة السابعة الألماني توني كروز يقود ريال مدريد للفوز بالليغا وربما دوري أبطال أوروبا. المرتبة السادسة الإنجليزي هاري كين أصبح آلة تسجيل في موسمه الأول في بايرن ميونخ ب37 هدف. أما في المرتبة الخامسة الألماني فلوريان فيرتي. المرتبة الرابعة البرتغالي برنارد سيلفا. والمرتبة الثالثة البرازيلي فينيسيوس جونيور. أما في المرتبة الثانية الفرنسي كيليان إمبابي وقد سجل 38 هدف وصنع 7 مع نادي باريس سان جيرمان. أما في المرتبة الأولى الإنجليزي جود بيلينغهام